عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم وشرفتونا هنا على قناتنا المتواضعه. النهارده عندنا حلقه مهمه جدا للسكن ميت ولكل ضباط البريدج. ان شاء الله باذنك يا رب هتغير عندك حاجات كتيره جدا وهتفيدك باذن الله وحده. بس عايزك طبعا في الاول كده وفي البدايه تشرفنا وتعمل بقى بلايك والحاجات بتاعت اليوتيوب والاعجاب وتنشر الحلقه على قد ما تقدر، وكمان تشترك في قناه الواتساب وقناه التليجرام. حلقه مهمه، ركز في الحاجات اللي انا هقولها النهارده هتغير عندك كتير جدا. الحلقه دي صدقه جاريه لوالدي، اتمنى قراءه الفاتحه لوالدي ولكل اموات المسلمين باذن الله وحده ربنا يغفر لهم. انا طبعا بختار حلقات معينه كده بخليها صدقه جاريه لان علم ينتفع به. النهارده حلقتنا مش لازم تركز بس مع المفتشين، ولكن لازم تركز في شغلك كتير قوي. مش عايز تضيع وقتك، مش عايز تطول في الموضوع. يلا شوف المقدمه وارجع لي. هلا بيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معانا، اول ما تطلع كده سكن ميت او ظابط في الورديه لازم تبص على دي في الجي بي اس. كل جي بي اس يونتس عندك ايا كان ايه النوع بتاعها او ايا كان ايه التفاصيل بتاعها، هيبقى عندك المعلومتين دول او الثلاث معلومات دول لازم يكونوا موجودين وتعرفهم وتجيبهم منين كمان. فعندك اول حاجه اسمها السيف ديستانس او السيف نفسها 100 متر. يعني انت البوزيشن بتاعك ده لازم تحط في اعتبارك انت ان في 100 مترز مش ايرور، بس ده سيف. ده هيفيدك في ايه وانت داخل على المواني الضيقه او المقنوات الضيقه او الهاربور او اللي بتعمل مناورات في اماكن، او عايز تاخد بوزيشن كويس عشان تتفادى شالو ووتر. والحاجات دي هنشرحها سبيسيفيكيشن لما هنيجي نتكلم في الشالو ووتر، وهنتكلم في اليو كي سي، وهنتكلم في حاجات كتيره. والابورت بوزيشن ليه دي انا لازم ابقى اعرفها، وخصوصا في حته الكروس تراك ايرور. بس مهم عندي اول ما تطلع تعرفها. تاني حاجه لازم تعرف فكره الجي بي اس، الاتش دي او بي اللي احنا كنا بنقول عليه خطا التميع والحاجات دي، والدبليو جي اس. تجيبهم منين؟ هتدخل على منو وبعدين تدخل على سيستم في الجي بي اس جي ار سي، وتدخل على السيستم وبعدين تبص هنا هتلاقيه يقول لك الدمت بيبقى دبليو جي اس 84. ده طبعا ما بتتغيرش، دي حاجات مهمه جدا. بس انت لو دخلت هنا ولقيت فيه ايرور او دي متسابق، دي لازم تبلغ بيها على طول الشركه، ولازم الناس تبقى عارفه وتعرف ازاي هتتفاداها وتتعمل لها فحص في اقرب وقت. تاني حاجه هندخل على اليرت، ومن اليرت ندخل نشوف الاتش دي او بي بتاعي مظبوط على كام، على 4. طبعا ده برضو الحاجات ديت سيستماتيكس ما بتتغيرش، يبقى انا اظبطه على كده. وطبعا تعليمات الشركه كمان ممكن تخليك تغير الحاجات ديت في وقت ما لو هي عايزه كده، او لو السيتنج جديد او لو فيرجن جديد. بس المهم عندي ان انت تبقى عارف السيتنج بتاعك ده. بعد كده بتعرف بقى ايه ريكومنديشن من الشركه او من ريكومنديشن من بعض الثيرد بارتي او من الناس اللي بتطلع تفتش بتاعه الانشورنس والحاجات ديت، ان هو ممكن يوم يقول لك انا عايزك تاخد انترفال بوزيشن على طول للاتش دي او بي انكلودد، فانت بتدخلها كمان كل شويه. فانا ببص عليها كل شويه واشوف الانتنا هايت، وبشوف البوزيشن بتاعي، وبشوف الكورنسي اللي هي الحاجات بتاعت الدي جي بي اس نفسها. وبرده عيني على ال 100 متر، وهقول لك ازاي تحسبها في محتوى معين قريب جدا ان شاء الله باذن رب. المحتوى ده هينزل وتدعمنا بيه. تعال ندخل على حاجه ثانيه. الايكو ساوندر بتاعي ده ليه بقى حلقه لوحدها هتتعمل. بس انا مهم عندي وانت كظابط تاني ان الايكو ساوندر ده ما بتعملوش اوف خالص. انا استلمت مره من سكن لقيتها بيعمل له اوف في البورت، وطبعا بيرسيف جي ار سي الارم وهو مش واخد باله ان الحكايه ديت غلط. اهم حاجه عندي كلمه الالارم اللي هي 0.6 ديت. ليه؟ انت عندك حاجه مهمه جدا في الالارم اسمها الديبس الارم. ده بيتعمل سيتنج على حساب ايه؟ على حسب اليو كي سي الاخيره اللي انت داخل عليها. بمعنى ان حضرتك دلوقتي لو داخل الهاربون او داخل الونج سايد او داخل المينا او داخل الريفر او داخل حتى قناه السويس او داخل مكان هيكون فيه بيرسنج او ايا كان ايه هو، لازم تحط اخر حاجه اليو كي سي ريكومندد باي الشركه او حسابات الشركه. فانا مثلا عندي هنا الالونج سايد بتاعي بيبقى 0.50، ده اللي هو ريكوايرمنت بتاع الشركه بعد الحسابات بتاعتي وطول المركب وعرضها واخر تبس انا واقف عليه واخر درافت انا واقف عليه، بيديني 0.48 وليكن مثلا او 0.50. فانا دايما بحط 0.60 اللي هو انا مور التنشن، فانا بعلي شويه درجه الحكايه ديت عندي لان ده ديبس سيتنج اللي انا عايزه عندي يديني الارم ان انا كده خلاص. ده اخر حاجه تظبطها على اليو كي سي، مهمه قوي. وهقول لك ازاي بعد كده في حلقه اليو كي سي تظبطها. بس لما تطلع تعرف الريكومندد بتاعت الشركه في اليو كي سي على الهاربور والبويرز والابروتش والاوبن سي والحاجات دي كلها، وتدخلها واحده واحده. لو عندك جهاز بنواس اللي هو جي ار سي او ايا كان الاجهزه، اوعى. بشوف بحذر من الحكايه دي كتير جدا، لان انا لقيت هنا كان المانجمنت اللي قبل منه واحنا بنستلم منه بيعمل المود انوال.
او سوري مش الانوال، اوتوماتيك. الاوتوماتيك ديت يا جماعه فيها مشكله كبيره جدا، ان ديت كتير من الثيرد بارتي لو شافها هيكتبها ريمارك. ليه؟ لانها ساعات بتفصل على الانكور لو مش معمول لها سيتنج صح، وساعات بتفصل في بعض الالتريشن البيك التريشن كورس، وساعات بتفصل وانت بتدي كذا حاجه للسرعه وتغييرها والسرعه، فهي بتفهم ان الستوب انجن وقفت، فساعات بيفصل خالص. فده مش ريكومند تعملها مانوال، وما تزودش عن 12 دقيقه، خليها 12 دقيقه كده، وتشوف الشركه بتقول لك تعليماتها برضو ايه، وتشوف لو انت عامل انشورنس او عامل مع اي شركه، مثلا بتتعامل مع شركه مثلا زي بتوع التناكر والحاجات اللي هي السايرز والرايد شيب والكلام دي، تشوف الريكومندد بتاعتهم قد ايه او الكونتراكت اللي انت عامله معاهم، عشان ده مهم. والفلاج ستيت طبعا. النافيجيشن لايت، النافيجيشن لايت ليها تيست معين بيتعمل كل يوم من السكند ميت، وفي تيست تاني ده انا عملته طبعا وهوريه لك، بس طبعا ما ينفعش اوريه لك هنا لان ده سبيسيفيكيشن قوي، بس انا اللي عايزك تعرفه انك ازاي تعمل النافيجيشن لايت الارم تيست. ممكن ابقى اعمل لك عنها حلقه يعني لما ابقى فاضي في حته الحاجات بتاعت التيست، ولكن انت اول ما تطلع لازم تحط بوست انستراكشنز للنافيجيشن لايت تيست. بتعملها ازاي؟ حضرتك بتروح تبص على المانوالز بتاعك. انا مثلا انا هقول لك اهو الطريقه بتاعتي. انا عندي هنا باوبن دورز وببص على الفيوز، ومن الفيوز ببدا اشوف انه تيست انا عايز اعمله. مثلا عايز اعمل الجرين، عايز اعمل الريد، عايز اعمل المين او اعمل الباك اب او اعمل الحاجات دي كلها، هيديني ريسيف الارم. ودايما انت بتعرف الانستراكشنز بتاعتك وتعملها بوست، فبتجيب الاي تي او انت وهو وتقعدوا مع بعض، او تشوف لو عندك هاند اوفر كويسه من قبل حد قبل منك كده، تقوم تقول له والله انا عايز اتعرف على الموضوع بتاع النافيجيشن، او تقراه كويس وتعمله بالظبط، لان ده هتتسال فيه. وكل ظابط على فكره مش السكند ميت بس، دي بتاعت كل ظابط، ان السكند ميت بيعمل حاجه ثانيه هبقى اقولها لكم في حكايه التيست. من الحاجات المهمه جدا انا بشوفها دايما اخطاء كتيره جدا بتتكرر، التو واي في اتش اف ما بيتشحنش يا جماعه 24 ساعه، زي ما انا شفت كذا سكند ميت قبل كده اشتغلت معاهم وكانوا بيعملوا الغلطه دي. بص انا عندي هنا شركتي، وكل الشركات على فكره بتبقى حاطه الحكايه دي، دونت كيب تشارجينج فور مور one day to prevent destruction of the battery back. فده مهم جدا. انت ممكن تكون محدد اسابيع معينه عن او يومين مثلا، او بتشحن في الاسبوع مره كل ما تيجي تعمل له تيست. ما تسيبوش دايما، لان ده هيقلل من عمر البطاريه وهيعمل ديستريبيوشن في الباتري، ويعني فيها مشاكل. وديت لو دخلت بها المينا ولقاها حد برضه هيقول لك انت ايه حتى 24 ساعه شحن ليه؟ مش اداك خلاص ان هو جايب جرين ما تشيل يا عم. في طبعا ظابط تاني يقوم يقول لك ايه يعني ومش مهم، الاهمال وحش، والاهمال ممكن يضيع، وخصوصا في الحته. احنا مش كلنا شاطرين، احنا كلنا على باب الله، بس الفكره انك لازم تحافظ على عمر، او خصوصا اي حاجه فيها بطاريه. وطبعا البطاريه الاكسباير دي تبقى في الليثيوم والحاجات دي لازم تبقى واخد بالك منها قوي، وهنشرحها برضو ازاي تعمل تيست لده ان شاء الله، واحنا شرحناها في المانثلي جيم دي اس، ممكن تروح تبص عليها. نت الكامباس السبير، وخصوصا لازم يكون عندك سبير، لان احنا لسه ريكومندد ان احنا يكون عندنا سبير. طبعا تجهز الكحول بتاعك وتجهز الحاجات بتاعتك، وتجهز اهم حاجه، بص شنطه السبير بارت في الماجنتيك. انت لازم لو اي حد هيطلع يسالك وتكون عندك سبير بارت اهي في الالكتريك ديت، وكمان في الحاجات بتاعت الكامباس لازم تبص عليها كويس. اهم حاجه بقى ريكومندد هنا من كل الثيرد بارتي انسبكشن، وحتى البورت ستيت نفسه ومن المفتشين، لما دام احنا بنحب الحاجات بتاعت التفتيش وبنحب نتكلم عنها، لان دي الحاجات اللي بتشغل بالنا، ان الماجنتيك تتقلب على ظهرها. ليه؟ عشان الكامباس ما تقراش اي حاجه وما تاخدش اي وضعيه مختلفه. ده واحد. اتنين، ان اي ماجنتس انا هوريهولك انا هحطه فين. الماجنتس ده اللي هو الحاجات بتاعه التغيير اللي هي بتاعه الشادو بوكس، لو انت فاميليار مع الماجنتكس تبقى فاهم انا بتكلم بايه. الماجنتس والشادو بوكس ما يكبش هنا، وما تكبش اي حاجه فيها ماجنتس خالص، تبقى كلير منها عشان ما ياخدش دهوت كورس او ياخد ديجري او تاثر عليها بعد كده، لان ديت هي الاحتياطي بتاعك في اي حاله اكسيدنت. فانا حاططها في غرفه لوحدها مع السكسنت لازم تبقى معرف الناس هي مكانها فين، يعني الاوفيسر لازم يبقى عارف مكانها فين بالذات، ولازم تبقى فاميليار انت كمان معاها ومع شغلها طبعا. ودي ممكن نبقى نعمل حلقه، انا مش اقوى واحد في السكسنت بس هقدر افيدك ان شاء الله باذن الله رب على قد ما اقدر. الحاجات المهمه جدا الالكتريك شوك، اي حاجه عندك نتورك اريا، عندك اي حاجه فيها الكتريك لازم يكون الاي تي او والسكند ميت حاطين البوستر ده، لان ده من الحاجات النافيجيشن اوديت اللي بتيجي وبتغير عند الظباط حاجات كتيره، فلازم تبقى حاططها وتقرا المعلومات بتاعتها. وخصوصا انت ليك دور هنا في اللي هي بتاعت البولس والاي بي سي والاير واي بريسنج،
كالكوليشنز والحاجات ديت انت بتبقى فاميليار معاها، والظابط برضه بيبقى فاميليار معاها، الظباط عامه. والاي تي او او الالكتريك اوفيسر لازم يبقى برضه واخد باله ان لو ده مش موجود، لان ده برضه عنده حاجه من الحاجات بتاعته اللي بتجيله في الانسبكشن. الحاجات المهمه اللي انا ذكرتها قبل كده في الحلقات بتاعت زمان خالص بس حابب اعيدها برضه، الريكواير بوردنج ارينجمنت فور بايلوت. انت اول ما تطلع بعد اذنك ابقى بص لي على الريزوليوشن ديت، وادخل على الموقع ده وشوف اخر صوره واخر بوستر ايه شكله، لان ممكن يكون اصلا انت طلعت مركب ويكون ده متساب بقاله 3 4 سنين، ويكونوا هم نزلوا معلومات كتيره. يقول لي هو ده بيتغير؟ ايوه بيتغير، ده بيتغير اكتر من مره كمان، مش من مره واحده. مهمه جدا اللي لازم تخلي بالك منها برضو كسكن ميت بالذات، وككل الاوفيسر هيتعلموا ازاي يعملوها، ان انت لازم تنزل اخر بوستر للبرزنتيشن لايبرري. وانا اتكلمت في الحلقه من حلقات الاكدس، بس لازم تاخد بالك من حاجه، ان ده يكون اخر ابديت وازاي بتتعامل معاه، واحنا هنشرحه ازاي تعمل البرزنتيشن لايبرري على الاكدس. ده من الحاجات المهمه جدا. انا بص عامل لها بوستت هنا اهي عشان اي اوفيسر عايز يعملها، ودي طبعا بتساعد الناس وبتعرفهم العمليه البحريه دلوقتي، او اخر تعديل للبرزنتيشن اللي موجود من الاي اتش او. تنزله من على الموقع بقى، الشركه بتاعتك بتنزله على عندها، يعني شوف الطريقه اللي تعرف توصل ليه لاخر ابديت ليه، وتتاكد ان هو اللي عندك على الاكدس. يجي بقى للجايرو. الجايرو معروف ان انا هنزل عنها حلقه لوحدها، وازاي تعمل عليها تيست، وازاي تغير ما بين المانوال والاوتو، وازاي تعمل على النون فولو اب والفولو اب، والحاجات دي كلها هنتكلم عنها بكل التفاصيل، والليميتس كلها، والتيست بتاع الكورس، وكل الحاجات دي هنزل عنها حلقه، فما تقلقش خالص من الموضوع. بس اهم حاجه عندي انك تكون بتعرف تعمل سينكرونايزنج ما بين الريبيترز نفسها، وتعرف كام جايرو عندك والتغيير المطلوب ما بينهم، يعني كل شهر او كل اسبوعين او كل 3 اسابيع حسب ريكومندد باي الشركه من المانوالز هتجيبها. طبعا انا عندي هنا مانظر فما عرفتش اشرح، بس انا شارحها قبل كده في حلقه لوحدها، فانت ممكن تروح تبص عليها. مهم جدا انك تعرف ازاي بتغير ما بينهم، وازاي تعمل سينكرونايزنج ما بين الثلاثه، ودي برضو لازم السكن مينت يكون فاميليار معاها. واهم حاجه المده. اذا نبه على حاجه مهمه كنت اتكلمت عنها قبل كده في حلقه الام سات سي، ممكن تروح تبص عليها، بس انا حابب اقولها هنا عشان تفتكرها على طول. لو انت عندك الليرت ال ار اي تي واصل بالام سات سي، لازم تاخد بالك ان هو بيعمل ارسال واستقبال عن طريق العلم طبعا، وريكومندد باي العلم، ودي حاجات ممكن ما تكونش انت عارفها قوي لان انت ممكن تكون مش فاميليار معاها، ولكن اهم حاجه عندي انك انت تخلي دايما الريسيف مود اللي احنا شرحناه قبل كده امارسات سي، عشان تقدر تعمل كوميونيكيشن في الوقت اللي هو يحدده، ويعمل كوميونيكيشن كمان بالارسال والاستقبال اليرت، وتستقبل حاجات الامارسات سي وتعليماتها. لو عايزين يغيروا حاجه يقول لك القمر هيقف، القمر مش هيعمل ايه. فانت لو قلت اي جي سي اونلي مشكله كبيره جدا ليك، ومشكله كمان للماستر. فعشان كده انا ببوستد هنا حاجه don't keep SAT-C in EGC mode it disable right LRIT transmissions. وكمان الترانسميشن انت متخيل حاجات الريكومندد في الثيرد بارتي انسبكشن، انك لازم تحدد مكان للبايلوت اكدس ورادار، وتقول له ده هو مكانك وهو ده الكونسول ستيشنز بتاعتك، وانك انت ممكن تتحكم منها، وخصوصا لما يكون عندك الباك اب اكدس كمان، فانت لازم تحدد له مكان معين. فدي انا بعملها، ودي ريكومندد، انا حابب اقولها للسكنز كلهم عامه يعني. لو شركتك مش طالباها خلاص، بس هي طبعا خلي بالك لو انت تحت اي انشورنس او اي شركه هيبقى محدد، اول بايلوت ساعات في استراليا والكلام ده يقول لك فين مكاني. نيجي عند حاجه مهمه الا وهي البلايند ديستانس تيبل. ده مهم جدا انك تعرف ايه البلايند ديستانس تيبل وتقدر تتعامل معاها، وانا ممكن اشرحها لك في حلقه برضو، بس اكيد انت عارفها يعني، ولو حتى مش عارفها بكتب لي في التعليق تبقى عامل لها بوستد. اللي هي الفيزيبيليتي عامه، ايه البلايند ديستانس اللي ممكن اوصل عندها عند كل دريفت مين، والتريم بتاعي كام، تمام، وهيديني قد ايه من المسافات اللي انا ممكن اوصل لها قدامي. يعني لو انا عندي 16 عند لو ماينس تريم هبقى شايف لحد كام، هبقى شايف لحد اللي هي اليونت متر، هبقى شايف ل 98 متر قدامي، مش عارف ايه كلام من ده. فهي سهله بس ممكن في ناس كتير ما بتعملهاش. الحلقه عايز اقول لك ان الحاجات اللي انا قلتها ديت مش كل الحاجات اللي انا عايز اقولها، يعني انا بس حبيت اختصر عشان الناس ما تملش وتزهق. فانا قلت لك شويه معلومات عايزك تروح تبص عليهم وتبقى عارفهم، ولسه هننزل لك حلقات ثانيه وهننزل لك حاجات ثانيه. اتمنى تكون وفقت النهارده وقلت لك شويه معلومات حتى لو بسيطه. خلي بالك الحاجات دي مكمله الحاجات قبل كده، يعني الحاجات ديت اساسا انا قايل معلومات قبل كده في البريدج كتيره جدا، فدي حلقه من ضمن الحلقات اللي قبل كده. النهارده انت هتدور على الحاجات دي وترجعها لحد ما انزل لك كل حاجه بتفاصيل. مهم جدا ان انا كنت مش عايز احكي في التفاصيل دي كلها عشان ما اضيعش
وقت الحلقه، لان انا لو دخلت في كل حاجه من الحاجه ديت هعمل فيها 3 4 دقائق شرح ولسه ما كفتهاش. فقلت لا، خلينا نقول ديتيلز، واكيد السكند ميت لما هيدور عليها ويعرفها ان شاء الله باذنك يا رب يبقى يكون اجتهد. اتمنى تكون الحلقه مفيده، اتمنى اكون فدتك. اهلا بيك من البحر، اهلا بيك من موسم البحر، اهلا بيك من الموسم الخامس. اتمنى ان شاء الله تكون عملت سبسكرايب ولايك وتكمل معانا دايما. انتظرنا على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.